هل الشيبس المقلد بديل عن الشيبس الغالي؟ معاي اليوم 4 نكهات من شيبس يقلد شيبس برينجز الغالي. راح اجرب النكهات واشوف هل نجح انه يجيب نكهة قريبة من برينجز او يمكن يكون اطيب منه، ما بعرف. خلنا نشوف مع بعض. لا تنسى اللايك واشتراك. خلنا نروح على اول نكهة معنا. اول نكهة معنا راح تكون يا شباب نكهة الحار، كلنا بنحب الحار، فخلنا نشوف. طبعا هذا الشيبس من ماليزيا، شيبس ماليزي. بسم الله. الشكل من برا طبعا قريب كثير لبرينجلز، اسمه سورف، يعني اسم غريب صعب شوي، سورف. فخلنا نشوف. هوت اون ذا سبايسي. الريحة تقريبا ريحة اندومي، الصراحة لذيذة الريحة. واو، ريحة اندومي. شكل الحبة كأنك تاكل برينجز، كشكل نفس برينجز، الغلاف نفس برينجز، كل شيء نفس برينجز. خلنا نشوف الطعم. بسم الله. واو واو واو، طعمة غريبة لذيذة مختلفة شوي عن برينجلز. هون بتحس حالك عم تاكل، شايف لما تاكل اندومي ني عليه بهارات الاندومي تبعت الدجاج والخضار، قريبة نفس الطعم. الصراحة لذيذ. اول منتج معانا من ماليزيا، منتج بديل البرينجلز، تقريبا سعره نص حق البرينجلز. البرينجلز غالي، هذا نص حقه، وطعمه حار خفيف. 9/10 الصراحة رهيب. النكهة الثانية معانا نكهة شكل غلاف جميل، اسمه المشاوي، نكهة الباربيكيو. فخلنا نشوف. الصراحة النكهة الأولى صدمتني. ماليزيا معروفة شباب، يعني ماليزيا هي بلد الاندومي، بلد السناكات. بسم الله. هون تقريبا ما فيش ريحة مشاوي. بسم الله. نكهة المشاوي تقريبا هون طعمه شوي، يعني ما فيهاش نكهة المشاوي نفس برينجز، لا بالبرينجز أطيب الصراحة نكهة المشاوي. هون الطعمة شوي رايحة على حلا سويتية شوي، فبقيمه هو لذيذ الصراحة. مثل ما قلت لك، النكهة الأساسية اللي بتحسها عم تاكل كأنك عم تاكل اندومي ني، فالنكهة الأساسية طيبة، لكن كطعمة مشاوي ما جابوا نكهة مشاوي الصراحة، فبقيمه 6/10. النكهة الثالثة أنا متحمس لها، نكهة الجبن. الصراحة أغلب شيبسات الجبن بتكون لذيذة، فخلنا نشوف هل نجحت الشركة الماليزية بصناعة بديل لبرينجز بنكهة الجبن لذيذة. خلنا نشوف. صراحة هون في ريحة جبن شوي، شكل الحبة نفس برينجز. بسم الله. واو. هون الفرق كبير الصراحة. نكهة الجبنة واضحة أحسن من نكهة المشاوي. نكهة المشاوي ما كان فيه نكهة واضحة الصراحة. هون لذيذ. هون ما في نكهة اندومي، هون نكهة الجبنة واضحة أكثر، خفيف، ملحه مش كتير قوي، لا معتدل. صراحة نكهة الجبنة في الشيبس هذا المقلد لذيذة، تأخذ كمان 9/10. النكهة الأخيرة معانا لليوم نكهة البابريكا، وهو الصراحة شوفوا الشركة هاي عارفة تصنع أشكال حلوة الصراحة، أشكال جميلة. شوف هون صاينت لك أحمر مع أخضر والقبله أصفر، فالصراحة الغلاف جميل، والغلاف مش رديء كثير يا أخوان. ترى طبعا أنا لاحظت ما بيكثروا بهارات على شكل الحبة. برينجز بتلاقيه كله هيك مليان أحمر، مليان حركات. بسم الله. نكهة البابريكا صراحة هذا 8/10. نهاية الفيديو لا تنسى لايك والاشتراك. الخلاصة، المنتج المقلد أمرات بيكون الصراحة يقارن مع المنتج الغالي. والمنتج الغالي ليش بيكون غالي كثير؟ لأنه أول شيء بيكون ماخذ صيت عالميا وإعلانات، فصرفوا كثير عليه، فبكون هيك غالي. فالصراحة أنت
فيك تدور على منتجات رخيصة تكون لذيذة. مثل اليوم فيديو راح يكون لك أكبر برهان إنه في منتجات بديلة قريبة من المنتج الأصلي، أمرات تكون لذيذة. الصراحة مش كثير المنتج هذا أطيب من البرنجز، لكن الصراحة قريب كثير عليه. لا تنسى لايك والاشتراك. السلام عليكم.